الناشط الإعلامي أحمد المسالمة عن درعا وريفها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم ولكافة الإخوة المشاهدين لقناة الجيش السوري الحر. أخي أحمد المسالمة، ما هي آخر المستجدات لديكم اليوم في درعا وريفها؟ تفضل. نعم أخي الكريم، بعد ظهر هذا اليوم قام أهالي مدينة إنخل بتشييع جثامين الذين سقطوا وارتقوا شهداء نتيجة التفجير بالحزام الناسف الذي استهدف قيادات من الجيش الحر وبعض من المدنيين من نساء وأطفال كانوا متواجدين في المنزل الذي تم الاستهداف. كان الموكب مهيب جدا، وكان هناك حزن وقلق وأسى كبير يخيم على مدينة إنخل خلال تشييع الشهداء في حرمة شهر رمضان المبارك. إنا لله وإنا إليه راجعون. نقدم التعازي باسمنا لكل أهلنا في مدينة إنخل ولأسر الشهداء، ونقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء هم كل أحرار وشهداء سوريا بعون الله تعالى. وكان هناك قصف على مطار الثعلة، من مطار الثعلة على تل الشيخ حسين قريب من بلدة أم ولد. كان ذلك ليلا، وفي ساعات بعد العصر كان هناك اشتباكات متقطعة شهدتها منطقة مثلث أرياف درعا دمشق القنيطرة، وتبادل النيران من أسلحة رشاشة ومتوسطة، واندلعت اشتباكات بين الجيش الحر وعصابات النظام على أطراف بلدة زمرين، تبادل خلالها النيران من مضادات وقذائف صاروخية. جبهة زمرين لم تتوقف في يوم من الأيام، كل يوم هناك اشتباكات. من يومين كان هناك اشتباكات عنيفة جدا على محور بلدة زمرين، ووصفت بالأعنف في منطقة الريف الشمالي الغربي من المحافظة. كما ذكرت وكالات أنباء، هناك غارتين جويتين نفذها الطيران العدوان الإسرائيلي على مقرات النظام في ريف القنيطرة في ساعات الظهيرة من هذا اليوم. يوم أمس كان حافلا بالانفجارات. لو تحدثنا قليلا عن الانفجارات التي حصلت، كان هناك انفجار بإنخل وارتقاء 8 شهداء، أيضا في حيط ارتقاء 3 شهداء، الانفجار في حيط وفي إنخل حمل بصمات تنظيم الدولة، حيث كان هناك انتحاري فجر نفسه بحزام ناسف في مدينة إنخل وفي بلدة حيط. أيضا هناك في هذه البلدتين هناك خرق أمني. نحن نقول رحم الله الشهداء ونسأل الله لهم القبول بين الشهداء، ولكن يا جيشنا الحر في إنخل هناك خرق أمني. كيف يتمكن أحد عناصر تنظيم الدولة داعش من الدخول إلى إنخل أولا، ومن ثم الدخول إلى مكان اجتماعكم؟ كنتم في اجتماع، داخل الاجتماع دخل عليكم الغرفة في المنزل ومسك أحدهم وفجر نفسه بالحزام الناسف. هذا يعد خرق أمني. مهما فعلتم، مهما تحدثتم، مهما قلتم، مهما فعلتم من مداهمات وقمتم باعتقالات وقمتم بكل شيء، لن يبرر ذلك الخرق الأمني الكبير والواضح الذي حصل في إنخل وفي حيط. هناك أيضا انفجار كان في بلدة صيدا وارتقى شهيد في عبوة ناسف. عندما تقدم إلى تفكيك العبوة انفجرت به، وهي هذه الثالثة من هذه النوعية. كانت سبقتها واحدة في جاسم وأخرى في تل الشام من عدة أيام، وهي الثالثة في مدينة صيدا. فنرجو من الجميع توخي الحيطة والحذر عن تفكيك العبوات الناسفة. عبوتين، الأولى بجاسم من يومين، ويوم أمس كانت في صيدا. هذه العبوات تستهدف القائمين على عمل تفكيك العبوات من عناصر الهندسة والصواريخ، نسأل الله لهم السلامة. وأيضا انفجار على الطريق الواصل بين بصرة الشام والصماد، وتفكيك عبوة ثانية، وانفجار دراجة مفخخة في تل شهاب. هذا كله يوم أمس. هذه الانفجارات الكبيرة والواسعة تدل على أن هناك خرق أمني كبير جدا في المناطق المحررة، خرق أمني كبير جدا. نحن على أيام أبواب العيد، هناك سيتجمع الأطفال في الحدائق وفي الملاعب والألعاب، سيكون هناك أطفال كثيرة في القرى والبلدات. من سيقوم بحماية هؤلاء الأهالي في أيام رمضان؟ اليوم كان هناك لي حديث طويل مع سكان محليين، قالوا لنا والله نخاف أن نذهب لجلب الخبز من بعض المناطق. هناك خوف شديد، هناك هلع من هذه الانفجارات التي حصلت. يا جيشنا الحر، جبهتنا الجنوبية، كلنا أمل بكم. أنتم
قدوتنا، أنتم المخلصين، أنتم بدل بشار الأسد في هذه المناطق، أنتم كل شيء، أنتم ستستلمون البلد، ستكونون القيادة وإلى آخره. نرجو منكم ضبط الأمن والأمان. نطالب بوزارة الداخلية الآن، دار العدل، ائتلاف، حكومة، جيش حر، جبهة جنوبية، جبهة شمالية، جبهة وسطى، جبهة تحت، جبهة فوق، للكل يسمع. بدنا وزارة الداخلية تعمل على ضبط الأمن في الداخل. فلتان أمني غير مسبوق، لا بالصومال ولا بجنوب السودان ولا بأفغانستان ولا بأي مكان في العالم لم تشهد يوم أمس 7 انفجارات. 10 شباب من أفضل الشباب، من أروع الشباب، من أفضل الشباب، اليوم يوارون الثرى بحزن وألم شديد. أين أنتم من هؤلاء؟ لا بيانات، لا إدانة، لا وقفة، لا مؤازرة، لا شيء. نطالب بوزارة داخلية للضرورة القصوى في المناطق المحررة لضبط هذه الأعمال. نطلب من الجميع أن تنتهي أيام العيد بخير وسلامة. نسأل الله السلامة لأطفالنا التي ستذهب لتقوم بالفرح بهذا العيد، أن لا يكون حزنا علينا. نسأل الله السلامة للجميع. اللهم آمين. أخي أحمد المسالمة، يعني بلغ السيل الزبا كما يقال، ويعني الحال واضح والواقع مكشوف، والناس يعني ليست